جمعيا إذا عقد عليه ولاء وبراء وأوجب بغضا وأوجب تفرقا، هذا صار خلافا مذموما. والمشاهد للناس الآن في تفرقاتهم وجماعاتهم وأحزابهم وجمعياتهم ما أوتوا إلا من أجل عدم هضم هذه الأصول. صارت كل جماعة تنادي لنفسها وكل جمعية تنادي لنفسها، وصار التحزب والتكتل والتفرق والتحزب أكل الناس وفرق الناس. فالواجب على الإنسان أن يمتثل كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح. ما كان عندهم جماعات، ولا كان عندهم إمارات، ولا كانت عندهم أحزاب، ولا كانت عندهم طوائف، ولا كانت عندهم جمعيات، إنما كانوا وساروا على نهج نبيهم عليه الصلاة والسلام على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة شيخ وتلميذ. أما هذه الجمعيات وهذه الأحزاب وهذه الجماعات ما هي إلا تفرق وتمزق وتكتل وتشذم وانقسام وانشطار للأمة. فالواجب على من دعا إلى توحيد الله جل وعلا أيضا أن يدعو إلى توحيد الأمة ويضع اللبنة الأولى في توحيد الأمة، وهي عدم التحزب، يسيران سواء التوحيد وتوحيد الأمة. يدعو إلى توحيد الله جل وعلا ثم يدعو إلى توحيد الأمة، ولا يقسم الأمة إلى جماعات وإلى أحزاب وإلى طوائف وإلى جمعيات. هذه كلها ما جائزة، وما كان عليها السلف الأول. ما كان لأبي بكر جمعية أبي بكر وجمعية عمر وجمعية عثمان وجمعية فلان وجمعية، إنما كانوا أمة واحدة يتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى، تعاون شرعي وليس تعاونا حزبيا. من كان معنا فهو المقدم، ومن لم يكن معنا وإن كان أتقى إنسان وأعلم إنسان فهو المنبوذ. هذه الحزبية بعينها التي الآن عقدت وصارت عليها كثير من الجماعات وكثير من الجمعيات. الإنسان يحترم من كل جمعية. ما تخلو الآن جماعة ولا جمعية بالحزبية، ما تخلو الآن في الساحة. ما في جمعية ولا جماعة ما عندها حزبية، ما في. ولو تسمت بالسنة، ولو تسمت بالكتاب، ولو تسمت بالسنة، التسمية ما تغني شيء. ولو قالوا جمعية الكتاب والسنة، أو قالوا جماعة السنة أو نصر السنة، أو كلها ما تغني، الأسماء ما تغني، ما دام هي جماعة تحت لواء جماعة تعقد الولاء والبراء على جماعتها، عندها انتماءات، عندها أعضاء، عندها إمارات، عندها دستور، كلها هذا واجب تدريس على ما صار عليه السلف الأوائل. الواجب شيخ وتلميذ، الواجب عقد الولاء والبراء في الإسلام، الواجب محبة الإنسان بقدر ما فيه من طاعة وبغضه بحسب ما فيه من معصية وبدعة. هذا سبحانه الله.